السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. غبت شوية. مشاغل الدار حتى هي، وهاد الأيام المباركة ضروري كتكون عند العيالات كاملين، عند السيدات ديال البيوت كاملين كيكون عندهم كل وحده وشنو كتكون تتوجد. كاين اللي كتوجد سلوك، اللي كتوجد شباكيات، اللي كتبدا بالتخمال بحال انا باديه بالتخمال. هذاك الشيء علاش ما بقيت حطيت حتى شي فيديو لا والو. وبهذه المناسبة هذه وبمناسبة يعني ما بقى لينا والو، يعني قربنا على رمضان. غادي نبدا معكم إن شاء الله في رمضان واحد سلسلة ديال وصفات ونصائح في المطبخ. بما أننا المتابعين ديالنا كلهم سيدات، فنديروا شي حاجة اللي شوية فيها واحد استفادة، نتقاسموا بعض الأفكار مع بعضياتنا اللي كتكون فيهم الفائدة للسيدات، ونرتاحوا شويه مع من المشاكل ديال هاد الاسر هادي. الله يهدي ما خلق، والله يرد بهم، والله يجعل لهم شي فرج في هاد العواشر هادي وفي هاد الايام المباركه من كل قلبي لكل الاطراف. هما عائله وحده وحنا فقط منتقدين، لكن ملي كيكون شي مستجد ضروري ما غادي نتكلم ونعطي الراي ديالي. ضروري غادي نتقاسم معكم اليوم، غنتقاسم معكم واحد الوصفه ديالي انا كيفاش كنصوب الورقه وبالخميره البلديه. وغنعطيكم واحد يعني الخميره البلديه. شوفوا الخميره البلديه انا ما كتخطانيش في الدار ديالي. اللي بغى الطريقه كيفاش يصوبها راه يدخلوا فقط، دخلوا الانترنت وغتلقاو بزاف الطرق، وهي راه ساهله ماشي شي حاجه. كتشدي الدقيق، تشد الدقيق الكامل، تخلطوا بميها دافيه وديروا في واحد القرعه، ودير الوسط ديالو تمرات تفكهم وديرهم وسطو صافي، تخليه واحد اليومين. غتجي تاني تعاود تحطو، تحيد دوك التمرات وتضيفي ليه شويه ديال الدقيق الكامل، واحد شويه، وتعاودي تخلطيه تاني من جديد، تعجنيه وتضيفي ليه تاني تمره اخرى جديده صافي، وترجعيه وتبقاي بحال هكاك. دابا خصوصا الحال بارد شويه، ملي كيكون سخون دغيا كتخمار. المهم في اسبوع كاع، في اسبوع دابا مع الحال البارد غتكون الخميره ديالك واجده. غير صبري معاها شويه، بقيت تبدلي. ملي كنبقاو نبدلو ديك البكتيريا اللي كتكون كنعطيوها شي حاجه جديده تنوكلوها ليها. داكشي علاش كنبقاو نعاودو المهم راه الطرق كاينه في الانترنت موجوده، دخلوا اليوتيوب غتلقاو الطريقه ديال كيفاش توجدوا الخميره البلديه. الخميره البلديه راه واحد، شوفوا راه ماشي فقط غير موضه هاد الايام ديال الخميره البلديه. راها يعني الصيدليه شي الخميره البلديه راه مجموعه من الفوائد. انا نعطيكم واحد الحاجه، ما كاينش منا اللي ما كيعانيش من المصران والمشاكل في الهضم والقولون راه كلها بسبب ان البكتيريا اللي عندنا في الامعاء ديالنا ضرات او دمرات او ولا فيها مشاكل بسبب القلي، بسبب الماكله ديال الزنقه، بسبب الاكل غير صحي. يعني غير خلط وكول بدون ما نراعيو الحاجه اللي غضرنا واللي ما غاديش تضرنا. هذا هو السبب اللي كيخلي هذه المشاكل كلها. والبكتيريا النافعه ديال الامعاء تدمر. شكون اللي تيحييها وتيعاود يرجع ليها ديك الحيويه ديالها من جديد وكتعاود تنشط من جديد؟ هي الخميره البلديه. لان الخميره البلديه كتغذيها ديك البكتيريا اللي كاينه في الخميره البلديه، هي اللي كتحيي دوك البكتيريا النافعه اللي في المصران. يعني راه الخميره البلديه فيها واحد راه مجموعه، راه فيها فيتامينات، فيها املاح معدنيه، فيها انزيمات هاضمه، وهذا هو المهم. فيها انزيمات هاضمه. راه اللي تيعاني من فقر الدم راه المشكل عنده في الامعاء، الامتصاص اللي عنده فيه مشكل، البكتيريا النافعه ديال الامعاء مدمره. اللي تيعاني من بزاف المشاكل، بزاف سوء التغذيه. كاين واحد طبله عنده عامره وتياكل كل شيء، ولكن في نفس الوقت الا مشى دوز غيلقى عنده فقر التغذيه وسوء التغذيه. السبب هو الامتصاص، الامعاء ديالو البكتيريا النافعه ديال الامعاء مدمره. اذا في هاد خصوصا بمناسبه هاد الشهر الكريم انا راه كنصحكم الخميره البلديه تستعملوها في الدقيق. كيف حيث ما يوجد الدقيق توجد الخميره البلديه، لان ديك الماده الجلوتين اللي كتكون واحد اللي هي الماده المكونه للدقيق واللي صعيبه في الهضم، راه لما كانتش ليها الخميره البلديه راه الهضم ديالها ما تيدوش بخير. راه هي اللي كدير داك الانتفاخ وكل شيء. هذاك الشيء علاش ضروري الخميره البلديه، ضروري ومؤكد. نعطيكم واحد النصائح اخرى
شوفوا، جميع المورقات المسمن اللي كديروا العجينه ديال المسمن اللي كتورقوا بها، انا غنولي نشارك معكم جميع الوصفات اللي تندير بالمسمن. شوفوا المسمن، العجينه اللي كنورقوا بها كنعمروا بها سواء في الفرن، المملحات سواء المعسلات سواء حلو ولا مالح ولا شنو، ديروا استعملوها بالخميره البلديه. مثلا انت غادي دير واحد الكيلو ديال الدقيق، ديري فيه مثلا كاس ديال العنبه ديال الخميره البلديه. قد ما ذوبلتي الكميه قد ما ذوبلي الخميره البلديه. خليها ترتاح شويه صافي، وارا ما تخدمي، ارا ما تورقي مملحات، الحشوه اللي بغيتي وكلشي اللي بغيتي. كذلك غنشارك معكم الحشوات، الخضر كلها ممكن دار حشوه، كلها بدون استثناء. الخضر كلها نقدروا نديروها في الحشوه ديالنا، وخصوصا نستعملوا واحد الحيل مع الوليدات ديالنا اللي ما تيبغيوش ياكلوا بعض الانواع ديال الخضر. ففي الحشوات انا ان شاء الله رمضان ملي غنبداو في الوصفات ديال رمضان ان شاء الله غنبدا نتقاسمها معكم، وكاينين اللي غنبداو معكم كاع قبل رمضان، غنحط لكم شي وصفات كاع قبل رمضان ان شاء الله. في هذا الاسبوع هذا غنبدا معكم، لاني نيت كنصومو وسجلت فيديوهات وداك الشيء. وكاينين شي فيديوهات كانوا عندي مسجلين كنت حاطاهم في واحد، كنت كنحطهم في واحد القناه، المهم ما طلعاش وشنو، ولكن فيديوهات زوينين قيمين غادي نتقاسمهم معكم ونتسرحوا شويه من من المشاكل ديال هاد الاسر هادو، الله يرد بهم. هذا هو مكان. اذا غنخليكم مع هاد الفيديو هذا. كي قلت لكم الخميره البلديه كنصوب الورقه، تنصوب بهذه الطريقه هذه. العجينه مطلوقه، هذيك الشيته راه كتباع عند الدروغري، كتكون خيط، الراس ديالها خيط ماشي بلاستيك باش ما تذوبش، وخيط راه صحي، راه كيكون غير من النباتات، من الحلفه او من الصابره او من الدوم، او ماشي شي حاجه يعني ما ضاره بالصحه، فقط هي من مواد طبيعيه. غتجيبوها غديروها في الماء، ترقاد شويه في الماء باش ما تبقاش تطلق دوك الشعيرات، وغتستعملوا بهذه الطريقه اللي كتشوفوني انا كنستعمل. انا تلقى معكم الفيديو وكنتكلم. المهم هذه الطريقه اللي كنصوب بها انا الورقه. علاش ما كناخذهاش من الزنقه؟ لاني كنبغي الخميره البلديه. اي حاجه فيها الدقيق انا عندي خصها تكون فيها الخميره البلديه ضروري. حتى لي بات وسباغيتي ما بقيتش كنستعملهم انا بزاف، لانهم دقيق بدون خميره بلديه. الدقيق راه ضروري خاص تكون معاه الخميره البلديه باش يكون الهضم سليم، وباش الامعاء ديالنا ما تاكلش العصا، باش البكتيريا النافعه اللي في الامعاء ما تاكلش العصا. وغنتقاسم معكم كذلك هاد البريوات معسلين بالكاوكاو بواحد الطريقه زوينه ما كتجيش فيهم النكهه ديال الكاوكاو، من مطبخ ام زينب. ام زينب عندها واحد الوصفات في المطبخ، في راه الا دخلتوا القناه ديالها انا نحط لكم الرابط ديال القناه ديالها، وغنبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا في المنتدى. دخلوا للمنتدى عندي في القناه راه غادي تلقاوه. عندها وصفات زوينين هاد الايام ما كتحطش، ولكن غتبدا تحط هي في رمضان. عندها وصفات الا رجعتوا للوصفات ديال العام اللي فات ديال رمضان، عندها وصفات مخيرين. هاد الحشوه، هاد العقده اللي دايره فيها هاد البريوات راه غير بكاوكاو، ولكن مديورين بواحد الطريقه سبيسيال، معلكين بواحد الطريقه سبيسيال ما كتجيش فيهم حتى ديك النكهه ديال الكاوكاو. طريقه مهمه نتوما غتشوفوا الوصفه، والا بغيتوا تسمعوه الصوت وصوره غادي تدخلوا عندها القناه ديالها، وغنحط لكم الفيديو. هذا الفيديو بالخصوص الا بغيتوا راه غتلقاوه في المنتدى ديال القناه ديالي، وانا غنحاول نبارطاجيه معكم حتى في الرابط ديالو في التعاليق او في صندوق الوصف. مهم رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير.